صحيت من نومي الساعة 5 الصبح اتخضيت، قُلت إيه ده! رمضان قرّب يخلص ولحد دلوقتي أنا لا عزمت ولا اتعزمت، إيه البلد الكئيبة دي! أنا عايزة أتعزم أو أعزم، أنا ما ليش دعوة، عايزة جو رمضان ده. والله يا جماعة ما باهزر، أنا بجد ده اللي حصل. قُمت قررت إن أنا أقوم أعمل عزومة، عزومة فيها بَط ومحشي وكل الحاجات اللي بتتعمل في مصر دي. لمين؟ ما أعرفش، لحد اللحظة دي والله ما أعرف هاعزم مين، وفضلت أعمل بقى وبقلب جامد كده وبفرحة اللي هو فرحة إن أنا عندي عزومة يا جدعان، ولحد اللحظة دي أنا مش عارفة هاعزم مين. رُحت عملت خلطة المحشي زي ما أنتم شايفين كده، وقعدت ألِف بقى فيها، ومع كل صباع بالِف وبافضل أفكر أقول هتعزمي مين يا بت، هتعزمي مين يا بت، يا بت البطاية المقلوظة المبطبطة دي هتكون من نصيب مين يا ترى، من نصيب مين يا ترى، لحد اللحظة دي أنا مش عارفة. فكرت إن أنا أنزّل post على جروبات المصريين اللي هنا وأقول إن أنا عازمة حد، لإن أنا كنت باعمل الموضوع ده وأنا في تركيا. كان بييجي لي دايمًا، كنت دايمًا باقول يا جماعة أنا عندي النهارده عاملة فطار وكده لو حد ييجي يشرفني، لو حد عايش لوحده أو كده، وكان دايمًا بييجي لي بنات زي العسل. اتعرفت على شوية بنات من الطريقة دي سُكّر، صحابي لحد دلوقتي. بس زي ما قُلت لكم قبل كده إن الناس هنا مختلفة تمامًا عن اللي كنت عارفاهم في إسطنبول أو اللي عرفتهم في السعودية، يعني الناس هنا بصراحة صعبة أوي عن اللي هناك، يعني الجالية المصرية اللي هناك تحفة، بجد باحبهم أوي. المهم أنا هنا أدركت إن أنا مش عندي ليمون، إيه ده يا بت يا رُك، خلاص أنتِ محتاجة ليمون أكتر، فانزلي هاتي ليمون. وكانت أغلى ليمونة جبتها في حياتي. نزلت اكتشفت إني أنا نسيت المفتاح بتاعي جوّه البيت. فطلعت لجارتي اللي فوق جبت منها إزازة وحاولت أعملها زي الكارت كده وحاولت أفتح الباب، محاولاتي بقت بالفشل. جاري سمعني وأنا باحاول أفتح الباب، خرج عشان خاطر يشوفني باعمل إيه، حاول يفتح لي الباب ببنسة وطلعت عينه معايا بصراحة، ودي تالت مرة يعمل معايا كده، كل مرة بانسى فيها المفتاح بيفضل يعمل معايا كده. بس طبعًا كالعادة فشلت وجبت شركة فتحوا الباب وأخدوا 50€ يا جدعان والله العظيم، ودي تالت مرة أنسى فيها مفتاح، أنا دافعة 150€ في المفاتيح بتاعتي بس. فرجعت البيت عملت بالبواقي اللي هي بتاعة الكوسة والبطاطس، عملت بيها فطار لابني حبيبي الصبح، وقُلت إيه ده! ما هو دول يستاهلوا إن هم يتعزموا النهارده وياكلوا البطاية الحلوة المقلوصة. الناس ساعدتِك ووقفت معاكِ، الست حاولت معايا كتير وكلمت الhouse master وفضلت وقت طويل معايا عشان خاطر تفتح لي الباب، والراجل نفس الكلام. طب ما دول ييجي ياكلوا البطاية، إيه اللي هيجرى؟ قُلت بس والله ما حد جاي غيركم. رُحت جيت خبّطت على جاري قُلت له: "إزيك؟ أنا النهارده إن شاء الله عازماك." بس طبعًا عشان هو ما ينفعش ييجي عندي، فقُلت له: "أنا هاجيب لك النهارده أكل إن شاء الله، أنا عاملة بطاية وعاملة كذا، كذا، كذا." راح قال لي: "أبدًا أنا vegetarian، أنا ما باكلش بطاية." قُلت في سري: "أنت فايتك كتير، بس مش مشكلة، براحتك على راحتك." فقُلت له: "خلاص أنا هابقى أجيب لك طبق يعني vegetarian." رُحت ودّيت له طبق فيه محشي بس كده، اللي هو محشي ورق عنب وبطاطس وكوسة وحاجة كده بسيطة، ورُحت خبّطت عليه واديته له. الراجل طار، 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 طار من الفرحة، حسيته راح هيغرق في السما من الفرحة. يا جماعة بيفرحوا بحاجات بسيطة أوي والله. بس طبعًا وأنا خارجة أهم حاجة ما نسيتهاش هي المفتاح في إيدي زي ما أنتم شايفين أهو، عشان ما تقولوش إن أنا دايمًا بانسى، أنا مش دايمًا أوي. المهم لقيت المغرب قرّب خلاص، فاضطريت إن أنا أعمل الرز بسرعة. خدوا بالكم الحلة دي بتعمل الرز والله في دقيقة، لو رز مصري عادي، عشان ده رز بسمتي باعمله في دقيقتين بس ما شاء الله، وبدون نقع وبدون أي حاجة، وبيطلع فُلّة مفلفل زي القمر، ما شاء الله. أنا باحبها جدًا، 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 عملت لكم عنها قبل كده review. المهم رُحت جيت جريت أجهّز السفرة بتاعتي، وده كان الفستان بتاعي اللي أنا لبسته قررت أستقبل بيه جارتي الألمانية، ورُحت جهّزت السفرة بتاعتي. وعايزة أقول لكم يا جماعة هي أول ما جات وشافت أضواء رمضان واللي هو نظام رمضان اللي أنا عاملاه في البيت، الفوانيس، الإضاءة، المبخرة، الحاجات دي كلها، اتبسطت أوي، يعني فرحت جدًا وقالت لي: "إيه ده أنا عارفة الحاجات دي." قُلت لها: "دي عشان خاطر رمضان." قالت لي: "أنا عارفة رمضان وأنتم بعدها بيبقى عندكم يعني احتفال." قُلت لها: "بعدها بيبقى عندنا عيد." وريتها هدوم العيد بتاعتنا. وشرحت لها حاجات كتير أوي عن رمضان وعن الإسلام، فاتبسطت جدًا. قالت لي: "أنا عارفة الإسلام وعارفة القرآن وعارفة كل حاجة عنكم، وبجد باحترمه جدًا." على فكرة الناس ذوق أوي هنا في الحتة دي، بجد بيحترموا تعدد الثقافات وتعدد الأديان، وبيحترموا الحاجات دي جدًا. والبطاية كانت زي القمر زي ما أنتم شايفين، بسم الله ما شاء الله يا جماعة كان طعمها. أنا عندي مشكلة مع البط إن دايمًا بيبقى فيه ريحة، ما كنتش باكله أبدًا. دي تحفة، خطيرة، الطريقة بتاعتها اللي عملتها بيها والله العظيم أفتح مطعم، بجد رهيبة. المهم الست كلت الأكل ده ما شاء الله واتبسطت جدًا، هُم طبعًا مش متعودين على الكميات دي عندنا في الأكل. وجابت هدية لابني وهي جاية، جابت له كراسة رسم، وجابت له علبة ألوان، وجاري كمان لمّا رجّع الطبق رجّعه فيه شوكولاتة. يعني بجد ناس منتهى الذوق، وما ندمتش أبدًا إني عزمتهم على البطاية الحلوة المقلوصة بتاعتي، ودي كانت عزومة رمضان بتاعتي الوحيدة. وبس والله تابعوني على Instagram وباي باي.